السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بألف خير. طليق مدام هناء اتصل بيها وعاوز هتسامحه وحقك عليا وانا غلطت وسامحيني وانا اتبهدلت وانا عييت وانا حاجات كتير قوي. هو فين؟ هو في فرنسا دلوقتي. حاجة غريبة قوي. هو في فرنسا دلوقتي عشان شهر 12 اللي هو فاضل عليه يومين ومفروض الكارت بينتهي. المهم بيقول لي مدام هناء تسامحه لانه اتبهدل وانه ايه عاوز يرجع لها تاني. ترجع لمين يا عم الحاج انت؟ ترجع مين؟ هي مدام هناء هتقبل ترجع لك؟ انت بتطالبها انها تسامحك. دي حاجة ممكن تسامحك. ربنا بقى هو اللي يعني تقول لك انا مسامحاك لو انت رجعت لها كل حاجتها اللي قالت لك عليها في التليفون، فلوسها وتليفوناتها والفلوس اللي انت خدتها منها والقروض والحاجات دي كلها. دي حاجة هي مدام هناء بقى تسامح فيها ما تسامحش فيها، هي حرة. احنا بنتكلم في نقطة تانية. لو وزنك كده مش ذهب يا مدام هناء، لا، ده لو وزنك ألماظ انت ما ترجعيش ليه. ليه؟ عشان بعد اللي حصل وأهانة ليكي والكلام في سمعتك وفي شرفك والمنصات اللي اتفتحت عليكي ليل ونهار، وبعد كده يطلب منك انك ترجعي له. ده مفروض، مش مستحيل، ده من سابع المستحيلات انك ترجعي له. ويا مدام هناء لو رجعتي له صراحة كل حبايبك ومتابعينك هيزعلوا جدا منك. صحيح دي حاجة خاصة بيكي واحنا ما بندخلش نفسنا في خصوصياتك، بس احنا بنعتبر نفسنا عيلتك التانية، وعيلتك التانية اللي بكت معاكي وسهرت معاكي وحزنت معاكي، عيلتك التانية اللي شافتك لما بتعملي عمليات، لما شافت عياكي، لما تعبتي، لما اتحرمتي من فرح بنتك، اتحرمتي تفرحي ببنتك. افتكري يا مدام هناء، افتكري عملوا فيكي ايه ايام فرح بنتك. يعني تشويه سمعتك، حاجات كتير جدا 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 تخليكي حتى ما تفكري، تفكري، لا، من تقولي ده من سابع المستحيلات انك ترجعي له. وانا بقول لك يا مدام هناء احنا بنعتبر نفسنا عيلتك التانية. فانا بقول لك اهو، لو سألتي اي حد من محبينك سواء اصحاب القنوات او المتابعين هيقولوا لك احنا مش راضيين يا مدام هناء، مش بنخش في خصوصياتك، لكن احنا بنعتبر نفسنا عيلتك التانية. معلش بقى يا بنات انا طولت عليكم الفيديو. يلا اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد من عندنا. مع ألف سلامة.